السلام عليكم أستاذ، كي داير؟ بخير؟ المجموعة كلشي بخير الحمد لله، نتمنى تكونوا بخير. أنا بالنسبة باغي ندير واحد القطعة أرضية عندي، بغيت ندير فيها كوري، ولكن كاين واحد الكوري قريب عليا ولكن ما خدامش لمدة دابا 7 سنين ولا 8 سنين، هو ما خدامش ولكن عنده الرخصة. واش ممكن يسحبوا من الرخصة وناخذ أنا الرخصة ولا ما يمكنش؟ حسب هو ما بقاش خدام فيه الكوري، عنده الرخص ديالو ولكن ما خدامش. السلام عليكم أخ محمد. فبالنسبة لهذه الحالة هذه ملي تيكون مثلا قريب شي كوري وغير ممارس واحد عدد ديال السنوات، 5 سنوات 7 سنوات، دونك هنا خاصك دير واحد الإشهاد ديال واحد 12 الناس بأن داك الكوري أو ديك الضيعة كانت واقفة واحد المدة مثلا ديال 7 سنوات كما كتقول أو 5 سنوات، وكتسدو في طلب الحصول على الترخيص. كتقول لهم فوالا، كتمشي مديرية الفلاحة أو مصالح البيطرية يعني في الإقليم ديالك باش تحصل على الترخيص، وكتقول لهم الحالة ديالك، تقول فوالا راه حدايا كوري ولكن عنده ترخيص، ولكن 7 سنين ما اشتغلش نهائيا. من 7 سنين ما اشتغلش ويقوموا بالدراسة ديالهم هما وتفعل بأنه 7 سنين ما اشتغلش، فهنا غيسحبوا ليه الرخصة وغادي يسلموا عليك نتايا. دونك هنا هاد المسطرة ديال سحب الرخصة من الضيعات الغير ممارسة لعدد كبير من السنوات. دونك هنا عندي واحد الإشهاد 12 شاهد بأن دوك الناس من الدوار بأنهم كيعرفوا ديك الضيعة واقعة بالدور فلان الفلاني، جماعة فلان الفلانية، الإقليم فلان الفلاني، فهي غير ممارسة ومتوقفة على النشاط ديالها مدة 7 سنوات، وتيوقعوا فيها وتتجاوزها وتسندها بطلب الحصول على ترخيص، وكتمشي كما قلت مرة أخرى الغرفة الفلاحية أو المصالح البيطرية ديالك في الإقليم، وكتشرح لهم الحالة ديالك، فهما تيمشيو في المسطرة ديال سحب الرخصة بالنسبة لهاد الضيعة. لكن بعد التبين أنهم تيديروا الدراسة ديالهم، بعد التبين بأن فعلا أن ديك الضيعة غير ممارسة عدد من السنوات اللي هو 7 سنوات كما كتقول، فهنا كنشوف داك السيد انه توقف عن النشاط بشكل نهائي او ليس له الاحقيه، كتسحب منه وكتسند ليك.